هل فعلا العلاقة ما بين ترامب وحلف الناتو وصلت لطريق مسدود؟ ولا اللي بيحصل ده مجرد شد وجذب سياسي؟ قصة أزمة كبيرة جوه واحد من أهم وأكبر التحالفات العسكرية في العالم كله. يا ترى ليه أمريكا بتهدد بخروجها من الحلف؟ ويا ترى كمان ناوية على إيه؟ تعالوا نعرف هنا في 5 بالعربي. الكل مستغرب وبيسأل يا ترى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ ينتقد بشكل مش عادي حلف شمال الأطلسي حلف الناتو، وهل اللي بيحصل بين أمريكا وطهران وغلق مضيق هرمز هو سبب الخلاف؟ الحقيقة صدمت الكل بعد ما صحيفة أمريكية أكدت إن الهجوم الحاد اللي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قيادة حلف شمال الأطلسي ملوش أي علاقة مباشرة بملف واحد زي ما كان متصور، لكن وراء أزمة أعمق بكتير مرتبطة بالخلافات ما بين واشنطن والحلفاء الأوروبيين أو بعضهم. الأعضاء في الحلف اتكلموا عن السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية في أي عمليات محتملة مرتبطة بالتصعيد مع إيران، واللي اعتبروه تقييد مباشر لقدرات واشنطن العسكرية في المنطقة. ترامب اللي اعتبر الكلام ده. التقارير أكدت أن الاجتماع اللي جمع ترامب بقيادة الناتو واستمر لساعات كان محوره الأساسي ملف القواعد العسكرية، لكن الأغرب بقى أن تم تجاهل ملفات استراتيجية تانية، وده بيأكد أن الاجتماع ما كانش عادي والنقاشات ما كانتش هادية خالص. مش بس كده، ده كمان في مصادر بتأكد ان الأجواء داخل الاجتماع كانت مشحونة جدا، حتى لو ما كانش فيه تهديدات مباشرة أو قرارات رسمية بتقليص التزام أمريكا داخل الحلف، لكن الواضح ان في حالة استياء كبيرة من الموقف الأوروبي وانهم رافضين كلام ترامب. بس الأكيد ان ترامب عبر بشكل واضح عن انزعاجه من القيود الأوروبية على استخدام الأجواء والقواعد، واعتبر ان ده بيعرقل العمليات العسكرية اللي بتقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وبيحد من قدرتها على التحرك بحرية. وفي نفس الوقت رجحت مصادر أمريكية أن النقاشات دي أعادت فتح ملف قديم، وهو انتقاد ترامب المستمر للحلفاء الأوروبيين، وطبعا ده بيحصل في العلن وفي خطابات ترامب المتكررة، وده لأنه ببساطة بقى بيشوف أنهم بيستفيدوا من الحماية الأمريكية الأمنية من غير ما يقدموا التزامات أو دعم مكافئ. المفاجأة بقى إن قبل الاجتماع الأخير للبيت الأبيض بنفسه خرج باتهامات مباشرة لدول حلف شمال الأطلسي، وقال إنهم أداروا ظهرهم للولايات المتحدة خلال التصعيد اللي حصل ضد إيران، ودي كانت من أقوى وأوضح الانتقادات اللي توجهت للحلف من سنين طويلة. مش بس كده، ده كمان المتحدثة باسم البيت الأبيض وضحت إن ترامب شايف إن الحلف تم اختباره وفشل، وإن أمريكا مش هتعدي اللي حصل ده كده. وبعد اللقاء ترامب قال في تصريحاته إن الناتو ما كانش موجود لما أمريكا احتاجته، ومش هيبقى موجود لو احتاجوه تاني، ووصف الحلف إنه نمر من ورق، في إشارة واضحة إنه ما بقاش يثق فيه خلاص. والخلاف ما وقفش عند تصريحاته بس، لا يا عم، ده وصل كمان لقرارات ممكن تتخذ على الأرض، زي إن إدارة ترامب بتفكر تعيد نشر القوات الأمريكية بعيد عن أوروبا وتوجهها لدول شايفة إنها بتدعم السياسات الأمريكية بشكل أكبر، خصوصا في مواجهة إيران. وترامب كمان اتكلم وهدد أكتر من مرة بفكرة الانسحاب من حلف الناتو، وقال إن القرار ده قابل لإعادة النظر، وده فتح باب تساؤلات كبيرة قوي حوالين هل فعلا ممكن أمريكا تخرج من الحلف ولا لأ، خصوصا إن الخطوة دي مش سهلة خالص. والحقيقة إن الانسحاب مش قرار بسيط، لأن في قانون اتحط سنة 2023 بيشترط موافقة ثلثي مجلس الشيوخ علشان أمريكا تقدر تنسحب من الحلف، وده بيخلي الموضوع معقد جدا على المستوى السياسي. فيا ترى هل أمريكا فعلا ممكن تنفذ تهديدها وتخرج من الناتو؟